اول واحد مش في مصر، في الشرق الاوسط كله، مش في مصر، في الشرق الاوسط كله يعمل ريفيو للسلنكاتيه. حاجه كده اختراع بلبن منزله، بيقول لك بعد ضربنا الكشري بالامباليه وفي كلام كده يعني مش عايز اقول. ده شكله كده هنا، ويلا بينا بقى نشوفه من هنا. ده شكله كده اول مره اجيب حاجه من بلبن تبقى المانجا كده مليانه عليها. انا شاكك في الفرع ده، عشان كده لازم نجيب من الفرع التاني. كميه المانجا محترمه بصراحه. المفروض ده بقى ايه؟ كريم بوليليه، اشطوطه، وبعد كده الجلاش، وبعد كده الكنافه والمانجا على الوش. ناخد كده واحده من هنا، بسم الله، نحاول نجيبها كلها. المفروض الكريم بوليليه والاشطوطه، وعايزين بقى حته مانجا كده. نجربه الاول من غير مانجا وبعد كده بمانجا، بسم الله. بص بقى الاختراع، انا بس يعني انا اول مره بلاقي بلبن ده معايا هو قنبله السكر. اول مره حاجه مش مسكره قوي، حاجه برافو. بس في نقطه هنا بقى ايه مستفزه قوي بصراحه، يعني كنت معلق عليها بكده، السكر. انا كنت بشوف ان هم معاهم جهاز كده بيولعوا في السكر عشان يدوب. السكر هنا محطوط قطع قد كده اهو، فهو يعني لو جه تحت الضرس حاجه مستفزه بنت 60 في 70. يا جدعان قبل ما تعملوا منتج اتصلوا عليا، اجي اقيمه لكم واقول لكم رايي فيه ايه. يعني مش عايز اتكلم عن شهرتي وعن توسعي في المجال ده. ناخد بقى القطه بالايه؟ بالمانجا، عشان ما جربناهوش بالمانجا. مش كده بسم الله ما شاء الله، يعني انا مش عارف اجيب المانجا منين. بص سامحوني، يعني انا عايز اجيب بقى في حته مانجا، بسم الله. رايي بقى مع المانجا جميل، بس المانجا بتاعت بلبن مشكلتها انت عايز تسيبها كده ايه ربع ساعه بعد ما تجيب، ولا تلت ساعه، لان هي بتبقى، لان ده مش الموسم بتاعها يعني، مش هنيجي عليهم، بتبقى مجمده قوي. فبصراحه ربنا تحت الضرس بتتلجه. نقطه هنا بقى في السكر، النقطه هنا بقى في السكر. بص دي قطعه السكر دي اهي، دي كده قطعه سكر، ودي قطعه سكر. بالك بقى ما دي تيجي تحت ضرسك، دي حته سكر كويس، دي سكر لو جت تحت ضرسك. فهو بس يعني رجاء من بلبن ان هو بس ايه يسيح لنا شويه السكر، او ما يحطناش السكر ده. يعني ممكن نجيب، احنا مقابلين بسكر التموين عادي، انا بحب سكر التموين، بيبقى صغير وقد كده وهيدوب معانا. طبعا كان معكم عبد الرحمن الجابر، الاخواني مش فود بلوجر، ونشوفكم في حلقه جديده. على السلامه.